السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد فيه كتاب الماس برايم 1 الترم الثاني. بناخد النهارده حاجه اسمها بليس فاليو وحاجه اسمها فاليو. تعالوا نشوف مين البليس فاليو ومين الفاليو دولت. احنا النهارده في chapter 8 lesson 1 لحد lesson 3. اول حاجه هنا بيتكلم عن البليس فاليو، او خلينا نتكلم الاول عن الفاليو عشان نعرف ديت عباره عن ايه، وبعد كده ناخد البليس فاليو اللي هي التنس والوانس. اول حاجه الفاليو ديت هي قيمه الرقم دوت ايه. يعني مثلا هنا لما اقول 37 انا بقول هنا 30 ولا بقول 3؟ بقول 30. وبقول هنا 7 ولا 70؟ بقول 7. يبقى الفاليو بتاعت ال 30 هنا هي 30، دي الفاليو بتاعتها، دي قيمتها ايه؟ 30. طب الفاليو بتاعت ال 7 ايه؟ 7 زي ما هي، لان انا بقول 37 فانا كتبت ال 30 لوحدها وكتبت ال 7 لوحدها. طيب هنا بقول 88 ديت الفاليو بتاعتها 80، يعني ال 8 وقدامها 0 وديت الفاليو بتاعتها 8. طيب هنا 12 ديت 10 وديت 2. طيب هنا 23 قلت 20 اهي وال3 اهي. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها بليس فاليو. مين البليس فاليو ديت يا مس؟ البليس فاليو ديت هو مكانه هنا ايه، بيمثل ايه، وانس ولا تنس ولا هندردز. لو طفل اقل من برايم 1 او كي جي 2 يبقى المفروض ما ياخدش الهندردز، هياخد بس وانس وتنس. طيب عشان نحفظها كلمه وانس اللي هي 1 واحط لها اس الاختصار بتاعها او، تنس 10 واحط لها اس الاختصار بتاعها تي، هندردز برضو كلمه هندردز 100 واحط لها اس والاختصار بتاعها اتش. طيب يا ميس انا اعرف ازاي مين الوانس ومين التنس؟ هنا هنقول الرقم ده وانس والرقم ده تنس. يبقى الرقم اللي بيجي في الاول ناحيه اليمين كده، احنا اصلا في الماس بنكتب من الشمال بنروح ناحيه اليمين، صح؟ طيب الرقم اللي في الاول دوت من ناحيه اليمين وانا جاي كده الناحيه اللي انا مش بكتب فيها ده الوانس، الرقم دوت اسمه تنس. طيب الفاليو بتاعت التنس كام؟ 30، مش ديت 3؟ يبقى الفاليو بتاعتها 30 والفاليو بتاعتها هنا ايه؟ وانس. الفاليو بتاعت ال8 البليس فاليو بتاعت ال8 وانس. طيب هنا البليس فاليو بتاعت ال5 كام؟ وانس. طيب الفاليو بقى بتاعتها 5. طب البليس فاليو بتاعت 2 هنا كام؟ ايه؟ تنس. الفاليو بتاعتها كام؟ 20. يبقى الرقم دوت لما اجي اكتبه اجي افصصه كده هقول، خلينا في ال 51 هنا، هقول 5 tens and 1 ones. 5 tens اديت تنس اهي وديت ones، يبقى 5 tens and 1 ones. طب تعالوا نقول ديت 38 3 tens and 1 and 8 ones. طب نقول ال 25 هقول 2 tens and 5 ones. طيب خلينا الرقم دوت كده hundreds فيه، يبقى دوت ones ده tens ده hundreds. يبقى لما هاجي افصصها هقولها ايه؟ هقول 1 hundreds and 4 tens and 2 ones. اوكي. طيب اخلي بالي بقى من حاجه مهمه قوي قوي. لو جالي نمبر 1 لوحده وقال لي write the place value، اكتب البليس فاليو بتاعت الرقم 2 وجاي لوحده ده هكتب وانس. طب 1 لوحده هكتب وانس، 3 لوحدها وانس، 4 لوحدها وانس، 5 لوحدها. من 1 ل 9 الرقم لما بيجي لوحده يعني يقول لك كده write the place value of the digit 7 هيبقى دوت ايه؟ ده وانس. طيب في حاجه بقى في ساعات بيجيب لي الشكل بتاع بيقول لي الشو مثلا البليس فاليو او شو النمبر دوت ويديني مثلا 384. فانا عشان اعمل شو للرقم ده الوانس بتبقى مربع صغير بالشكل ده، التنس بتبقى عمود طويل كده اهو، الهندردز بتبقى بالشكل ده. يبقى الوانس برمز لها بالرمز دوت او دوت الشكل بتاعها اللي بيمثلها، التنس بيبقى عمود طويل كده، الهندردز بيبقى الشكل ده كده.
طب تعالوا نشوفه في الكتاب. هو هنا بيقول لي اهو ديت هقسمها، هما المفروض 32 تقريبا، فانا هقسمها ازاي؟ بصوا عملت هنا 1 تنس 2 تنس 3 تنس 1 2 ones، يبقى 30 عبارة عن 3 تنس and 2 ones. اوكي بصوا هنا اهوت جايبه لي بالشكل اللي انا بقول لكم عليه. الشكل ده كده 1 تنس، ده شكل التنس دوت 1 تنس. تعالوا نعد 1 تنس 2 تنس 3 تنس. انا بقول ليه تنس يا مس؟ عشان ده 10 20 30 40، ما بقولش 1 2 3 4، لا انا بقول 1 تنس 2 تنس 3 تنس 4 تنس 5 تنس 6 تنس 7 تنس 8 تنس 9 تنس. خلصت التنس كتبتها هنا 9 تنس. وايه كمان؟ 1 2 3 4 5 ones هيبقى كام؟ 95. الفاليو بتاعت ال 9 تنس بكام؟ ب 90. طب تعالوا نشوف التمرينه ديت بتتعمل ازاي. بصوا كده معايا. لو قال لي رايت ذا نمبر، اكتب الرقم، وجاب لي هنا 3 تنس. انا عشان احلها هلغي كلمه تنس دهيت واحط بدلها زيرو، بقت كام؟ بقت 30. طيب هنا 4 تنس، الميس قالت لي اول ما تشوف كلمه تنس احذفها وحط بدلها زيرو، بقت 40. هنا 20 تنس، هلغي التنس واحط الزيرو، بقت كام؟ هكتب الرقم زي ما هو، عشان في ولاد لما بيجوا يحلوا بيكتبوا ال20 يعني بيحطوا ده ويلغوا ده، لا انا بكتب الرقم ده زي ما هو وبحط بدل كلمه تنس زيرو. 5 تنس تبقى كام؟ هلغي كلمة مين؟ تنس، واحط بدلها زيرو، بقت 50. طيب 1 تنس، هلغي كلمة تنس واحط زيرو، بقت كام؟ بقت 10. 7 وانس تنزل 7 زي ما هي. ليه؟ لان ده وانس. الوانس الميس قايله لي ان انا ما بعملش فيه حاجه، بينزل زي ما هو، بيبقى عباره عن رقم واحد. الوانس بيبقى عباره عن رقم واحد. اوكي في الاكسرسايز ده بيقول لي write how many tens and ones، فانا هنا هعد 1 تنس 2 تنس 3 تنس 4 تنس، يبقى اكتب هنا 4 تنس. ال 4 تنس بكام؟ ب 40، هكتبها هنا. وهنا 1 2 3 4 5 6 7 هكتب 7 وانس، هكتبها هنا. يبقى ال 40 بلس 7 هيديني، هلغي الزيرو دوت واقوم حاطه فوق ال 7 بدل الزيرو، هتبقى 47. بصوا هنا بيقول لي 83 او خلينا هنا في 64. هو بيقول ايه؟ 6 is the tenth place. البليس بتاعها ايه؟ تنس. ال6 هنا عباره عن ايه؟ تنس. الفاليو بتاعتها ايه؟ 60. طب ال4 البليس بتاعها once، طب الفاليو 4. طيب هنا التمرين دوت سهل. المفروض هعد التنس 1 2، ادي 2 تنس. طب ينفع يا ميس اقول 20 تنس؟ لا 20 تنس ب 200. 200 لا انا مش 200، دوت 20، فيبقى اقول 2 تنس. وكم وانس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 وانس، فهقوم كاتبه الرقم هنا 28. هنا 1 2 3 تنس. هو الحزمه اللي هو عاملها لي على بعضها ديت عايز يفهمني ان ديت 10، فديت انا هكتبها هعدها 1 تنس 2 تنس 3 تنس واكتبها هنا، واقوم عادد الوانس ديت واكتبها هنا. التمرين سهل طبعا ما فيهوش مشكله. وده برضو نفس الموضوع، هعد اول صف دوت هلاقيه 10، فهقول 1 تنس 2 تنس، يبقى هنا 2 تنس. والوانس 1 2 3 4 5 وانس، يبقى ايه 25. هنا 1 تنس 2 تنس 3 تنس، وكم واحده وانس واكتبها برضو. تمرينه سهله برضو. تعالوا نشوف، انا بس بشوف لكم الافكار اللي موجوده في التمارين. هنا برضو نفس الموضوع، هكتب التنس والوانس واكتب هنا التنس والوانس، وبعد كده اجمع الرقم على بعضه. طيب تعالوا نشوف تمارين تانية. هنا برضو نخلي بالنا ان في ولاد للاسف لما يجوا يعدوا بيعدوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لحد بقى يعني بيتلخبطوا، ما بيبقوش فاهمين ان ديت 10، فانا بعدها على بعضها 1 تنس 2 تنس 3 تنس. بيقعدوا يعدوا كده 1 2 3 4، لا انا مش هعد ده كله. هو الحزمه جايبها لي على بعضها
هي عباره عن 10، فانا هقول 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 وهكذا. خلصت 5 10 هكتب هنا 5 10 واعد الوانس 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 58، واشوف هتوصل بمين في دول، واهي 58 5 10 و 8 ones. خلاص تمرينه سهله برضو. طيب هنا بقى بيقول لي draw اهو، اكتب بالتنس والوانس، فجايب لي هنا 26، فالتنس هنا كام 2، فانا هعمل عمودين للتنس، وكم عمود للوانس، كم مربع للوانس 6 1 2 3 4 5 6. هنا عايز 4 تنس، فانا هعمل 4 عواميد طوال، وكم وانس 1. طبعا ملناش دعوه بالحل اللي موجود هنا ده. هنا write the tens and the ones. The first one is done for you. هنا بيقول لي 13 مثلا، التنس عبارة عن كام 1، الوانس عبارة عن كام 3. طب بصوا معايا في الرقم ده، هو بيقول لي 5، هي ال5 ديت الميس قالت لي طالما رقم جاي لوحده يبقى ده وانس مفيش تنس، يبقى الفاليو بتاعتها ايه او تتكتب ازاي، هتتكتب تحت الوانس بس، ماليش دعوه بمين بالتنس، التنس تبقى فاضيه زيرو مفيهاش حاجه. هنا ال2 هتتكتب في الوانس ولا التنس؟ لا هتتكتب في الوانس يا مس. ليه؟ لان الميس قالت لي ان الوانس لما بتيجي لوحدها كده ده بيبقى اسمه وانس. طيب هنا بيقول لي هو بقى عكس الموضوع، جايب مثلا 2 تنس و7 وانس، فالرقم هيبقى 27. 4 تنس و6 وانس هيبقى 46. طيب في اي مسألة فيها مشكلة؟ هنا بصوا معايا بقى في دي 0 تنس و9 وانس هتبقى كام؟ هتبقى 9، ما فيهاش حاجه، ما بلاقيش حد عاملها 90. لا هي مش 90، هي 9، لان التنس هنا زيرو ما فيهوش حاجه فاضي. الزيرو لما بيجي ناحيه الشمال هنا بيبقى ملوش قيمه، هو قيمته لما بيجي بعد بيجي على اليمين. اوكي نفس الموضوع هنا اهو 0 تنس و4 وانس، يبقى هنا الرقم هيبقى كام؟ هيبقى 4. طيب تعالوا نشوف هنا برضو جايب لي النمبر وعايزني افصصه اشوف التنس والوانس او الفاليو بتاعت اكتب قصدي مين التنس ومين الوانس. 43 يبقى ال4 هي التنس وال3 الوانس. 28 يبقى ال20 التنس وال8 الوانس. طبعا برضو تمرينه سهله. تعالوا نشوف هنا بقى صح وغلط. 38 has 3 tens and 4 ones. هي فعلا 3 tens and 4 ones. طب 71 has 1 10 and 7 ones. لا المسألة دي غلط، لأن التنس هنا 7 والوانس 1. اوكي 20 has 2 ones. لا ده have 0 ones، مش 2 ones. 96 has 6 ones and 9 tens. ايوه طبعا صح. 10 has 10 ones. لا طبعا غلط. 45 has 5 ones and 4 tens. ايوه طبعا. 8 has 8 tens. لا لان ال 8 tens لما قلنا ال 8 tens بتساوي 80. خلاص يبقى كده غلط، المسألة دي غلط. طيب 62 has 6 ones and 2 tens. 6 ones. لا طبعا هي التنس هي اللي 6 والوانس هي اللي 2، فدي غلط برضو. نفس الموضوع هنا برضو complete. The first one is done for you. هنا 26. هنا التنس كام؟ التنس 2 والوانس 6، يبقى هنا 20 وهنا 6. هكتب الفاليو بتاعت الرقم، فدوت طبعا محلول غلط. هنا 11 هنا هتبقى 1 التنس 1 والوانس 1، هنا 10 وهنا 1. ال 70 هو هنا مديني 60 في التنس، فيبقى الرقم هنا 67. التنس 6 والوانس 7. طيب هنا بيقول لي هو جايب لي التنس والوانس وعايزني اكتب انا اختار انهي رقم من دول صح. 2 تنس، فين ال2 تنس دي ولا دي؟ لا ده اهي، و3 وانس اهي. طيب 10 تنس و4 وانس يبقى 14. 40
يبقى 4 تنس على طول، الوانس ما فيهاش حاجه، الوانس 0. طيب هنا 9 وانس و1 تنس يبقى 19. 3 و60 يبقى 63. دي غلط طبعا. طيب هنا 18 هتبقى 10 بلس 8 صح. 4 تنس و8 وانس تبقى 48. 5 تنس and 1 وانس تبقى كام؟ 51. طيب 95 هتبقى 9 تنس و5 وانس. طيب هي سهله ما فيهاش حاجه. هو بس كان في تمرين تاني كنت عايزه اقول لكم عليه. هنا برضو نفس الموضوع، هكتب الفاليو بتاعت كل نمبر. هنا مثلا 93 هكتب هنا 90 وهنا 3، وهكتب هنا 90 وهنا 3، وهجمعهم مع بعض تبقى 93. هعيد الرقم تاني يعني. وهنا طبعا اشوف مين الاختيار الصح بتاع ده. طيب تعالوا بقى التمرين اللي انا بقول لكم عليه، اللي عايزه اقول لكم عليه هو ده اهو. التمرين ده بيقول لك رايز ذا كوريكت نمبر، بيقول لي 2 تنس بلس 5 وانس. انا ممكن الخبط الولاد بحاجه زي كده. هنا بصوا كده معايا في التمرين ده، بيقول لي 3 تنس بلس 4 وانس ايكوال كام؟ الميس بتقول لي ان التنس لازم اقرا الكلمه، يعني ال3 ديت لازم اقرا الكلمه اللي جايه بعديها. هنا كلمه تنس، فالتنس بتيجي من الناحيه دي كده والوانس بتيجي قبليها. طيب تعالوا نبص في المساله دي، اتلخبطنا في ولاد بيبقوا حافظين ان التنس هي اللي بتيجي الاول والوانس هي اللي بتيجي بعديه، يعني بيبقوا 7 تنس و3 وانس. لا انا هنا الميس لخبطتني، عملت 7 وانس، فانا لازم اقرا الكلمه دي. ال7 الفاليو بتاعتها ايه او البليس فاليو بتاعها ايه؟ تنس ولا وانس؟ لا هي هنا وانس، فتبقى فين التنس؟ اهي، يبقى ال3 هنا وال7 هي اللي جايه بعديها. طيب هنا 1 تنس، البليس فاليو بتاعتها ايه؟ تنس، يبقى تيجي هنا. والوانس كام؟ 4، تيجي هنا. طيب هنا تعالوا نشوف ال8 وانس، لا انا مش عايز الوانس، انا عايز التنس. التنس كام؟ تنس 4، يبقى التنس تيجي هنا. والوانس تيجي فين؟ ال8 اهي. خلاص. طيب هو بقى التمرين ده هو ده اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليه. بيقول لي هنا 2 تنس و5 وانس تبقى كام؟ 25. ال2 هي التنس وال5 هي الوانس. 7 تنس بلس 6 وانس يبقى 76. 1 وانس، هبصوا بقى 1 and 4 تنس. مين التنس؟ ال4. ومين الوانس؟ ال1، يبقى 41. هنا 2 وانس and 5 تنس يبقى 52. طب دي 6 تنس تبقى كام؟ هلغي كلمة تنس واحط بدلها 0 بقت 60. 1 تنس and 4 وانس يبقى 14. في ولاد ممكن يبدلوها ويقولوا لا ده 41، لا هي غلط، هي 14. 9 وانس بلس 3 تنس تبقى 39. طبعا التمرين ده سهل اهو. بصوا بقى هنا 8 وانس تنزل ب 8 ولا ب 80؟ لا تنزل ب 8 يا مس. ليه؟ عشان هي وانس. طيب هنا هو جايب لي الرقم وعايزني افصصه، فهعمل ايه؟ هعمل ال5 في التنس وال4 في الوانس. نفس الموضوع هنا، ودي برضو هشوف فين كل رقم وصله بالتاني، سهله برضو. هنا اهو عايزني بقى اجمع. بصوا بقى عشان في برضو ولاد بيتلخبطوا هنا. 70 بلس 5 هلغي الزيرو واحط بدلها ال5 اهي. يعني لما يقول لي كده 70 بلس 5 هعمل ايه؟ انا ممكن اقول اهو وانس مع وانس هتبقى، هلغي دي واحط دي تبقى 75. لما اقول 10 بلس 4 هعمل ايه؟ هلغي الزيرو واحط بدلها ال4 بقت 14. لما اقول 20 بلس 3 هعمل ايه؟ هلغي الزيرو واحط بدلها 3، لان احنا في الجمع بنجمع الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. فهنا الوانس 3 والوانس هنا 0، فانا شلت 0 حطيته الوانس مع الوانس 3 و0 بقى كام؟ بقى 3 سوري بقى 3. والتنس هنا 0 والتنس هنا 2 بقت كام؟ بقت 2. خلاص. يعني هي يا جماعه سهله قوي، بس الولاد بيتلخبطوا فيها للاسف. يعني هنا عايزني بقى انا اللي افصص. 96 تبقى كام؟ 90 كده اهو كده بلس 6 اهو. طيب هنا 21 هتبقى كام؟ 20 كده بلس 1.
طيب 44 تبقى 40 كده بلس 4. 78 تبقى 70 كده بلس 8. هنا 73 تبقى 70 بلس 3. هي سهله ما فيهاش حاجه، كلهم برضو ما فيهمش مشكله. تعالوا نشوف اللي بعد كده. هنا بيقول لي اكتب التنس والوانس سوري الديجيتس 5 دوت الفاليو البليس فاليو بتاعته ايه. هنا هو في التنس ولا في الوانس؟ اهو لا ده في التنس يا مس. طب هنا في التنس برضو. طب هنا لا ده وانس. طب هنا تنس. هنا وانس لانه جاي في الاول الناحيه دي. هنا وانس طالما جاي لوحده يبقى ده وانس. طيب هنا 50. بصوا برضو في ولاد بتلخبط فاحنا ممكن نقول لهم كده. انا بقول 54 ولا 54؟ لا بقول 50. طالما قلت 50 يبقى ده تنس، تنزل تنس. هنا 75 تبقى ايه؟ once. circle the place value of the circle digit. الديجيت اللي معمول عليه سيركل شوف الفاليو بتاعته كام. والبليس فاليو once ولا تنس؟ هنا دوت طبعا once. 90 لا ده تنس. الزيرو once. الوان تنس. الفور once خلي بالنا ده جاي لوحده برضو دوت ايه؟ once. السكس تنس. طيب هنا بيقول لي circle the value. عايز الايه؟ الفاليو of blue digit. the first one is done for you. طيب البلو ديجيت هنا 5 فالفاليو بتاعتها كام؟ 5 ولا 50؟ انا بقول 57 ولا 57؟ لا اقول ب 50 اهي يبقى ده 50. 38 يبقى ده once بال8. ال6 هنا بال6. ال70 هنا بال70. ال9 ب9. ال8 ب80. هو عايز الرقم الازرق اشوف الفاليو بتاعته ايه. ال1 ب10 طبعا مش ب1. ال6 هنا ب60. ال9 هنا ب90. ال5 ب5. ال7 ب7. ال5 ب50. ال7 ب70. ال6 ب6. ال9 ب9. خلاص. طيب تعالوا نشوف بقى التمرين ده كمان. هنا بيقول لي in 36 the digit 3 is in the not place. ال3 هنا تنس ولا وانس؟ ده تنس يا مس. طب الفاليو بتاعتها ايه؟ ب30. طيب تعالوا هنا 63. تعالوا نجيب ورقة ونشوف. ال 63 الديجيت 3 هنا الفاليو بتاعته ايه؟ once. الفاليو بتاعته البليس فاليو عفوا البليس بتاعه ايه؟ once. طب الفاليو بتاعته 3 زي ما هو. طيب هنا ال2 برضو once. هنا في ال12 once والفاليو بتاعتها 2. طيب 21 الفاليو بتاعت ال2 هي تنس والفاليو بتاعتها 20 يبقى البليس فاليو بتاعتها تنس والفاليو بتاعتها 20. طيب خلاص دول برضو سهلين تمام مفهومش مشكلة. هنا بيقول لي complete the following table. the first one is done for you. هنا بيقول لي write the value of the digit. عايز الفاليو بتاعت الوانس. طيب يبقى هنا ديت ال2 ب2 زي ما هي. طب ال7 ب70. طب هنا ديت 4 وديت 30. هنا 5 90. هنا 6 60. 8 هنا 0 وهنا 80. خلاص لان هنا الفاليو بتاعتها 0. التمرين ده بقى اللي يعني ايه في حوار شويه. I have 3 in my tens place. دي تمام سهله. التنس بليس بتاعتي فيها 3 فهتبقى دي. I have 5 in my ones place. الوانس بليس بتاعتي فيها 5. فين الوانس؟ ده وده. مين الفايف؟ ده. I have 6 in my ones place. فين الوانس؟ ده وده. الزيرو وال6 فين؟ انا عايز 6 يبقى هو ده. I have 4 in my tens place. 4 في التنس بليس بتاعتي يبقى ده. بصوا بقى دي my tens place is one more than اهو التنس بليس. التنس اكبر بواحد من my ones place. يبقى التنس اكبر من الوانس. التنس هنا 3 والوانس هنا 2. ال3 اكبر من 2
يبقى هي دي. طب تعالوا نجرب دي، ال5 وال6. ال5 اكبر من ال6، لا انا عايزها تبقى اكبر، يبقى ديت غلط. هنا my ones place is one more than اكبر بواحد من التنس بليس. الوانس اكبر من التنس بواحد. ال5 هنا، عفوا ال4 هنا، الوانس اكبر من التنس ده، لا يا ميس ده اصغر منه، يبقى دي غلط. طيب هنا ال2 دي اكبر من ال1، يا ميس يبقى دي صح. طب هنا my tens place is more than 6. التنس بليس بتاعتي اكبر من ال6. تعالوا كده نجرب دي، التنس بليس اكبر من 6، ده 8 وال8 اكبر من 6، يبقى دي صح. طب تعالوا نجرب دي، ده 6 لا دي قدها، يبقى دي غلط. طيب my tens place is less than 4. التنس بليس بتاعتي اقل من ال4، هتبقى دي، لا ده التنس هنا 6 ودي اكبر من ال4. طب هتبقى 2، هتبقى 2 عشان 25، علشان هنا ال2 اصغر من ال4. my tens place is less than 1. التنس بليس بتاعتي اصغر من ال1. تعالوا نجرب ال10. لا التنس بليس هنا 1، فال1 قد ال1، هو مش قايل لي قدها، مش قايل لي equal، ده قايل لي less. طب ال9، لان هنا في 0، فيبقى هي ديت الاجابه الصح. my ones place is more than 3. الوانس اكبر من 3. تعالوا كده نشوف هنا الوانس 0، الزيرو دوت اكبر من 3، لا. طب تعالوا نجرب ال4، ال4 اكبر من 3. I am the greatest number of one digit. أنا أكبر رقم في الأرقام اللي هي one digit، تبقى مين؟ ال9. I am the smallest number of one digit. أنا أصغر رقم مكون من رقم واحد، هو number 1 طبعا. كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، كان بيتكلم عن الوانس والتنس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.